فدفع عمر الباب برجله فكسره مع الأوغاد، وكانت الزهراء خلف الباب تصيح، فألجأها اللعين إلى عضادة الباب وعصرها بين الباب والحائط عصرة شديدة قاسية حتى كادت روحها أن تخرج، فكسر ضلعا من أضلاعها ونبت مسمار الباب في صدرها فنبع منه الدم، ثم لطم عمر خدها حتى احمرت عينها وانقطع قرطها وتناثر إلى الأرض، ثم رفسها رفسة، ثم رفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنينها، ورفع الصوت فضرب به ذراعها، ثم ضربها بالصوت على يديها حتى التوت وصارت كالدمج الأسود. هذا المصدر في بحار الأنوار.